وضاح أنور وعرفان القائد هنا في مواجهة الحارس اللاعب الأمهر واللاعب الأكثر خبرة من جانب المنتخب الإيراني، يتقدم لأول ركلة ترجيحية في هذه المباراة. الله، ينجح هنا في إرسالها وفي ترجمة هذه الكرة وفي إحراز الهدف الأول. لأول مرة نشاهد الشباك هنا طبعا تتحرك من جراء هذه الكرة ومن جراء هذه المحاولة التي تسكن المرمى والتي تسكن الشباك. إذا ركلة ترجيحية أولى من جانب المنتخب الإيراني ناجحة. الآن الدور على اليمن والدور على أنور الطريقي، أمهر لاعب وأفضل لاعب في عناصر المنتخب اليمني، بل من أفضل اللاعبين، لكي لا تكون الأفضلية حصرا وحكرا لهذا اللاعب أنور الطريقي. فجيل اليمن كله يفخر به ويفاخر، لكن يا أنور يا الطريقي يتقدم الآن لمصلحة المنتخب اليمني. الله 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 يا أنور يا الطريقي، على الهدوء، على الروعة، على الحرفنة هنا في مسألة إرسال هذه الكرة وفي مسألة طبعا إحراز الهدف الأول لمصلحة المنتخب اليمني. ركلة ترجيحية ناجحة من جانب أنور الطريقي، وضع الكرة كما ينبغي. يا سلام يا سلام يا أنور يا الطريقي، يا سلام يا أنور يا الطريقي على كرة وعلى محاولة هنا وعلى ركلة ترجيحية تسكن المرمى. هنا ركلة ترجيحية من جانب المنتخب الإيراني. من على تنفيذ هذه الكرة؟ إنه حسام نفاري. إذن نفاري، وضاح أنور حارس المرمى. نفاري في حالة من القلق، يتقدم الآن للاعب هذه الكرة نفاري ووضاح أنور ونفاري. أنور هنا من هذا المكان، أنور لكن ينجح. يا ساتر، يا الله على حرفنة الإيرانيين، على روعة اللاعبين الإيرانيين في تنفيذ ركلات الترجيح، على جمال وعرفان الذي أتى بالركلة الأولى. والآن حسام قلب الدفاع الأول وقلب الدفاع الثاني ينجحون. يا ساتر، في أقصى الجهة اليمنى وفي أقصى الجهة اليسرى إيران في وضعية جيدة وفي وضعية آمنة. الآن كل الضغط على هذا اللاعب، كل الضغط على هيثم السلامي معك، ومن خلالك وبأقدامك ستمضي اليمن. يا هيثم يا السلامي، هنا محاولة وهنا ركلة ترجيحية هي الأصعب بالنسبة لهذا اللاعب. لم يأخذ الوقت الكافي، يتقدم في هذه اللحظات، يضيعها ويتصدى الحارس الإيراني لهذه الكرة. لم يأخذ الوقت الكافي. كلما أخذ اللاعب وقت الكافي كلما وضع حارس المرمى تحت الضغط. وخلال هذه الفترة حارس المرمى في مرحلة اضطراب يغير فيها راية في أي لحظة، لكن هذا ما حدث. على كل ركلة ترجيحية غير ناجحة من جانب المنتخب اليمني. سبحان الله، أنا شاهدت أن استعجل في عملية التنفيذ، لكن لم ينتهي شيء. هنا كرة ستلعب من جانب المنتخب الإيراني. وضاح أنور لم يأتي إلى حد هذه اللحظة، لم يتصدى لأي ركلة في هذه الكرة. وضاح هنا من هذا المكان يتقدم لمنتخب إيران. إنه الله 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 على المنتخب الإيراني. نجاح كبير هذه المرة يأتي اللاعب البديل وينجح في إحراز الركلة الترجيحية، وهو إسماعيلي يسجل. إسماعيلي قلزادة يسجل هنا بطريقة رائعة على يسار حارس المرمى. هذه أصعب ركلة في المباراة، أصعب كرة في المباراة من جانب اللاعب اليمني المتقدم في هذه اللحظات. إنه عصام. الله، أجمل ركلة ترجيحية في هذه المباراة، أجمل ركلة ترجيحية في هذه المباراة. يا عصام يا ردمان، في سقف المرمى، في الشباك الكرة الملعوبة. يا الله على عصام ردمان، وعلى كرة لعبت بهذا الشكل. ذهب لتحية وضاح أنور، تحدث إليه، أزاح عنه الكثير من الضغوطات. أنت وضاح قبل هذه المباراة وبعدها اللاعب المهم واللاعب المحبوب لدى اليمنيين، وبالتالي عليك أن تفعل شيء في هذه المباراة. هكذا قال عصام ردمان لوضاح أنور. الآن وضاح
الله يا وضاح، الله يا وضاح، يتصدى لركلة ترجيحية، يعيد المباراة مرة أخرى. إذا يضيع ركلة جزاء المنتخب الإيراني، يهدر هنا ركلة جزاء عن طريق اللاعب المتقدم، عن طريق اللاعب صادقي، وبالتالي هنا وضاح أنور يتصدى لركلة الجزاء، يتصدى لركلة الجزاء. الآن النتيجة 3-2 على اليمن أن تسجل. عادت المباراة الآن إلى بدايتها، لكن على لاعب المنتخب اليمني، على المنتخب اليمني أن يسجل. يا عبد الرحمن الخضر الآن يمضي ويتقدم، ياخذ وقته هنا، ياخذ وقته وياتي بكرة يضيع ركلة جزاء عبد الرحمن، يضيع ركلة جزاء عبد الرحمن. وعناصر المنتخب اليمني يسجدون شكرا لله في هذه اللقطة، وبالتالي كرة من جانب عبد الرحمن. يعني أنا لا أبالغ ولا أدعي بأنني أعلم كل شيء، ولكنني كنت أتمنى أن لا ينفذ عبد الرحمن، لأن ركلة جزاء يجب أن تنفذ من بعض اللاعبين الماكرين الذين لا يمكن أن تتنبأ بما سيفعلون. هذا لا يقلل على الإطلاق من قيمة هذا اللاعب المبدع. هناك أسماء كبيرة في عالم كرة القدم يعني لها من القيمة ما لها، لكنها لا تجيد تنفيذ ركلات الجزاء. على كل هنا نعود إلى أجواء المباراة. المنتخب الإيراني يتقدم، يسجل هذه الكرة، ينهي كل شيء، يأتي بهذه الكرة، يقضي على كل شيء. خلاص إيران إلى بطولة كأس العالم، والمنتخب اليمني المنتخب الإيراني يتأهل إلى دور نصف النهائي، يعبر إلى المونديال، إلى كأس العالم، إلى أندونيسيا 2023. مبروك للمنتخب الإيراني، حظ أوفر لليمن، لكل اليمن، لمنتخب اليمن، للشعب اليمني، لكل من شاهد وتابع هذه المباراة. حظ أوفر في قادم المواعيد بحوله تعالى. كانت مشاركة في غاية الروعة وللتاريخ من جانب المنتخب اليمني، فعل فيها كل شيء واقترب من صناعة حلم للمنتخب اليمني، يعيد من خلال ذلك الحلم الذي كان في فنلندا.